الرجل قتل 100 شخص ودخل الجنة. من هذا الشخص؟ وليش دخل الجنة؟ طبعا هو دخل الجنة برحمة الله عز وجل. ويا جماعة الخير حاليا أنا متواجد في لندن، إذا تبغوا تشوفوا التفاصيل المملة ويعني بزور أماكن بإذن الله بغطيها لها يعني بعدين، ولكن السناب أول بأول. فاليوم عندنا سلسلة جديدة في الحلقة الأولى، وهي اللي دندن في شوارع لندن، وهذه هي الحلقة الأولى من هذه السلسلة. فإيش السالفة يعني؟ قبل أن نبدأ لا تنسون لايك ومتابعة وبسم الله. في بداية قصتنا جاء هذا الرجل قتل 99 شخص، وجاء أتوقع والله أعلم عند كاهن أو شخص، قال له أنا قتلت 99 شخص، هل الله عز وجل يقبل مني توبة؟ كان ذاك الرجال الشخص هذا كان أقبل منك توبة، قاتل 99 لو دخل باسورد ما بالغلط لا. المهم قال طيب ما يقول مني توبة؟ قال لا يقول منك توبة. راح وخلاه يكمل 100. وش ميتك؟ لا. المهم فصار الشخص رقم 100 اللي يقتله، فراح عند عالم قال أنا قتلت 100 شخص، هل الله عز وجل يقول لي مني توبة؟ قال لي فعلا الله عز وجل يقبل منك توبة، ولكن بشرط. قال وش الشرط؟ قال انك تغير المدينة اللي انت فيها، مدينة الفساد، وهناك في مدينة فيها ناس صالحين يصلون ويعبدون الله، فنبغيك توجه لها. فقال ابشر. راح الرجال في طريقه، وفي نص طريقه الرجال توفاه الله. فيوم توفى نزلوا عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، يبغون يعني ملائكة الرحمة تبي تدخل الجنة، وملائكة العذاب يبغون يدخلون النار. فاختلفوا. والله أعلم نزل ملكين أو ملك من الملائكة. يوم نزل فالله عز وجل إيش سوى؟ قرر أنه يحسب هذا الشخص أيه أقرب، إن كان أقرب لمدينة الفساد فيدخل النار والعياذ بالله، إن كان أقرب لمدينة الرحمة، مدينة الطاعة، مدينة الدين، يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. فالله عز وجل إيش سوى؟ قرب له مدينة الصالحة اللي بيجيها علشان يدخل الجنة، وفعلا جاءوا وحسوا الملائكة وقالوا إن هذا الشخص أقرب لمدينة المدينة الصالحة اللي بيدخلها، فقرر الله عز وجل إنه يدخلها الجنة. فبس كذا أمر السالفة، الشخص اللي دخل الجنة رغم أنه قاتل 100 شخص. فبس كذا أمر السالفة. والختام سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أو مع السلامة.